حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد. في يوم 14 يناير 2026 منتخب مصر كان على موعد مع مباراة تاريخية امام منتخب السنغال. منتخب السنغال اللي قدر ياخد منا بطولة افريقيا 2022 واللي في نفس السنة اقصانا من تصفيات كاس العالم. فكانت المباراة دي بمثابة اننا بناخد طرنة من المنتخب ده واللي عمله فينا. عشان كده اليوم ده والمباراة دي تحديدا كانت مهمة جدا بالنسبة لكل الشعب المصري، والناس كلها كانت مستنية المباراة دي على احر من الجمر. وفعلا ابتدت المباراة، ولكن اللي حصل ما كانش ابدا في الحسبان. دقيقة 78 ساديو ماني بيسجل هدف قاتل بيقتل بيه كل الاحلام المصرية. وكمان الناس ما كانتش حزينة بسبب الهزيمة بس، لا احنا قدمنا مباراة سيئة جدا. احنا شطنا اول تسديدة تقريبا في الدقيقة 85، ومن هنا بقى ابتدت رحلة التشكيك في الكابتن حسام حسن، واننا خلاص هنطلع حصالة، واننا اصلا مش مستاهلة ان احنا نروح كاس العالم، وهتكون تجربة شبيهة بروسيا 2018. على سبيل المثال الكابتن رضا عبد العال اللي قال في تصريحات رسميه ان مصر هتكون حصاله، والكابتن باسم مرسي اللي قال اننا هنتعادل مباراتين اللي هي مباراه ايران ونيوزيلندا، وهنخسر من بلجيكا وهنلم الدنيا وهنيجي. وخد عندك من النوع ده كتير بقى، ناس كتير جدا شككت بصراحه في الراجل ده، لكن رجالتنا وعلى راسهم العميد حسام حسن عملوا مشاركه تاريخيه، مشاركه اسطوريه بمعنى الكلمه، لدرجه ان بطل العالم وافضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي ومنتخب الارجنتين احتاجوا ظلم تحكيمي فج عشان يقدروا يتخطوك ويكملوا في البطوله. وانا النهارده جاي يا صديقي عشان نعيش اللحظات دي مع بعض تاني، لان عارف انها لحظات سعيده جدا بالنسبه لك. وعشان كده انا اخترت ان اعمل فيديو عن مشوار مصر في كاس العالم 2026. هيثبته ويعدي وراح بالقدم اليمنى يا ولد. بس قبل ما نبدا صديقي ليه عندك طلب صغير جدا، وهو انك تنزل تعمل سبسكرايب للقناه عشان تكون من عيله الكويره اللي بتبدا بيكم النهارده، وهدفنا ان نوصل ل 1000 مشترك اللي احنا خلاص داخلين عليه اهو. فانا بطلب منك انك تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي، ولو الفيديو عجبك اعمل لايك، ويلا بينا نخش في الموضوع. اول حاجه خلينا نبدا بالقائمه اللي اختارها الكابتن حسام حسن، واللي كان عليها بعض اللغط، وعلى راسهم طبعا مهاجم الفريق الاول مصطفى محمد اللي ما اختاروش في القائمه، ودي كانت عليها خلافات كبيره جدا. وبصراحه مصطفى لعيب كبير جدا ويستاهل كل اللغط ده، لانه كان مهاجم مصر لسنين وسنين. ثاني واحد كان محمد اسماعيل مدافع نادي الزمالك، وواحد من افضل المدافعين في الدوري المصري. وبصراحه محمد اسماعيل طريقه لعبه كانت مناسبه جدا مع الكابتن حسام حسن، فبالنسبه لي كان غيابه عن القائمه غريب شويه. ثالث واحد وهو ناصر ماهر اللي كان برضو عامل مشوار كويس مع بيراميدز، وكمان زلاكا، وخد من عندك ناس كتير جدا. وطبعا كان حسين الشحات برضو اللي ناس كتير اتكلمت عليه. واخر حاجه ان الكابتن حسام كان واخد 4 حراس عكس كل المنتخبات اللي كانت واخده 3 حراس بس. لكن الكابتن حسام كان شايف انه اختار اللعيبه المناسبه واللي هتأدي الوظيفه المطلوبه منها في الملعب. وبصراحه الراجل ما تاخرش في مباراه روسيا، زيكو بيسجل هدف بدماغه اللي كان عليه برضو اختلافات، مين زيكو ده وواخده ليه؟ الراجل بيسجل هدف في روسيا، بيسجل هدف في المباراه الوديه الثانيه قدام البرازيل، وعملنا ماتشين وديين تحفه. لكن برضو لسه مش مصدقين في الجيل ده، لسه في شك بيننا وبينهم. بصراحه شفنا منهم بلاوي في الفتره الاخيره، فلسه مرحله الثقه ما اتبنتش مع الجيل ده. وده ظهر بشكل واضح في الاعلانات، زي الاعلان اللي عمله رامي ربيعه وفتوح وحسام عبد المجيد. ان شاء الله انت تخلص دور المجموعات وتيجي على فرح على طول. المره دي هنطول وهتشوفي. وانا بصراحه الاعلان ده كان عاجبني جدا، وكان واخد يعني كنت حاسس ان لا في حاله ثقه عند اللعيبه اننا فعلا ممكن نعمل حاجه في البطوله. وكمان الاعلان اللي اتعمل للكابتن حسام حسن في الاخر لا برضو كان اعلان حاجه جامده جدا. وبصراحه الاعلانات يعني كانت كويسه جدا، لكن برضو الاعلانات مش كفايه، انا عايز دليل على ارض الملعب بقى، عايزك تثبت لي حاجه وتوريني حاجه مختلفه عن اللي انا بشوفها السنين الاخيره. ومن هنا نروح للمباراه الافتتاحيه لينا في البطوله، مباراه منتخب بلجيكا. بلجيكا اللي عندها دوكو ودي بروين وتروسارد ولوكاكو ولاعيبه جامده جدا، وده خلى الناس تعمل ميمز على محمد هاني وانه لازم تجري من دلوقتي يا هاني عشان تلحق دوكو. وكمان الناس كانت بتقول يا رب خليها 2 بس كفايه احنا راضيين. لكن منتخب مصر بيعمل مباراه تاريخيه، مباراه جامده جدا يا جماعه. في المساحه حلوه قوي ماتش ودي بدأت من الخطة اللي كان أول مرة نلعب بيها 4-4-2، وصلاح بنخلق له مركز إنه يكون صانع لعب أو سكند سترايكر خلف عمر مرموش. وبالفعل الخطة نجحت بشكل مبهر، ومنتخب مصر قدر يسجل جون تاريخي بأسيست خيالي من محمد صلاح لتسديدة صاروخية من إمام عاشور حرقنا بيه مرمى كورتوا. ولا محمد هاني المونديال اللي كان عامل مباراة كبيرة جدا على دوكو، وكان موقف كل الجبهة الشمال عندهم دي
تماما وقافلها بالضبه والمفتاح. مباراه كانت كبيره لمعظم اللعيبه وعملنا مباراه كبيره جدا، ولكن بلجيكا قدرت تتعادل في الشوط الثاني بعد نزول عدد من اللعيبه على راسهم طبعا روميلو لوكاكو المهاجم المخضرم بتاع منتخب بلجيكا. وهنا كانت ردود الفعل بعد المباراه ايجابيه جدا، معظم الناس كانت مبسوطه جدا بالمنتخب، والناس كانت مروحه زعلانه كمان اننا ليه ما نكسبش بلجيكا، ليه ما كسبناش بلجيكا، احنا كنا فعلا افضل من بلجيكا في كل حاجه تقريبا. مصر كانت تستحق الفوز في المباراه دي، لكن قله الخبره نوعا ما هي اللي خلت الامور ما تمشيش زي ما احنا عاوزين وتعادلنا 1-1. وهنا نروح للمباراه الثانيه، خلاص بقى نفسنا نحقق اول فوز في تاريخنا في كاس العالم، الناس هتتجنن، مباراه كانت بمثابه الحلم لكل الجماهير المصريه. وهنا مش عشان الخصم نيوزيلندا فانا هقلل من الفوز، لا طبعا الفوز كان مهم جدا وغالي جدا على كل الشعب المصري، لانه اهم فوز، اغلى فوز في تاريخنا، اول فوز في تاريخ كاس العالم بالنسبه لنا. لكن للاسف نزلنا متوترين بشكل غريب وبدانا وحشين قوي، وقدرت نيوزيلندا بالفعل تسجل هدف من ركله ركنيه اللي هي نقطه القوه بتاعتهم، ويعني كان واضح قوي اننا مش كويسين وشكلها كده مش عايزانا النهارده، وشكلنا مش مكتوب لنا نفرح باول فوز في تاريخنا في كاس العالم. يبحث عن المرور، صلاح لكن رجالتنا كان ليهم رأي تاني، وطبعا العميد بيغير كل التكتيكات في الشوط التاني، وبنعمل شوط تاريخي لمنتخب مصر. بالنسبة لي هو أفضل شوط لمنتخب مصر في كأس العالم، شوط عالمي مصر عملت فيه كل حاجة. هدف أول عن زيكو بعرضية خيالية من محمد هاني، هدف تاني عن طريق الملك المصري محمد صلاح، حتة بوش الرجل بيرجعها له زيكو بالكعب بيسجلها صلاح بشكل جميل جدا، وبينزل تريزيجيه بيسجل التالت بدماغه من عرضيه من محمد صلاح. بصراحه الواحد كان مبسوط قوي وهو بيتفرج على المباراه دي، كانت مباراه جميله جدا وكان نفسنا تكمل بالرابع، لكن زيزو كان ليه راي تاني. لكن الحمد لله قدرنا نعمل مباراه كبيره، قدرنا نحقق اول فوز في تاريخنا في كاس العالم، وكانت الناس في قمه السعاده. ومن هنا نروح للمباراه الثالثه اللي كانت قدام منتخب ايران. منتخب مصر دخل المباراه دي وهو عنده 4 نقط في صداره المجموعه، بعده بلجيكا وايران كل واحد عنده نقطتين، ونيوزيلندا نقطه، وتقريبا كلنا كنا متفقين ان بلجيكا كده كده هتكسب نيوزيلندا. لكن مباراتنا قدام ايران كانت مباراه مهمه جدا، انت لا قدر الله لو خسرت كنت هتصعد في التوالت وكنت هتلبس يا في فرنسا يا في سويسرا، ودي كانت هتبقى صعبه قوي. تاني المجموعه كان خلاص هتلاعب استراليا، واول المجموعه كان ممكن تلاعب كوريا او السنغال، ولكن منتخبنا نزل مش في دماغه حاجه غير الفوز. وبالفعل في الدقيقه ال5 بيسجل محمود صابر الهدف الاول، محمود صابر اللي كان نازل بديل لمروان عطيه عشان نريحه بقى للمباريات الاقصائيه. شفت الرفاهيه اللي احنا وصلنا لها، لكن بخطا كده من محمد عبد المنعم اللي كان دي اول مشاركه ليه وكان راجع من الاصابه وكان واضح انه مش جاهز، للاسف بتاخد ايران ضربه جزاء، ولكن شوبير العالمي بيتصدى ليها من المهاجم الايراني. شوبير اللي بتاني مباراه او ثالث مباراه على التوالي الراجل بيقدم مباراه كبيره جدا، وبصراحه كان من نجوم البطوله كلها بالنسبه لمنتخب مصر. لكن بعدها ايران بتسجل التعادل رغم تصدي شوبير، كملوا وقدروا يسجلوا هدف التعادل، والشوط الاول خلص 1-1. الشوط الثاني خرج للاسف صلاح مصاب، وهنا الناس بدات تحط ايديها على قلبها، ويعني حصلت مغالطات وصلاح هيلعب لا مش هيلعب. كان في حاله من الجدل كبيره جدا وحاله خوف طبعا، لان صلاح مهما كان هو نجم المنتخب وكمان كان عامل بطوله جامده جدا ومن نجوم المنتخب. ولكن نزل زيزو، وهنا بدات الخلافات لهيثم حسن مش بيلعب، خصوصا ان كلنا عارفين امكانيات هيثم حسن. واكملنا المباراه لحد الدقيقه الاخيره وخلصنا التغييرات، وهنا للاسف اصابه فتوح، فضلنا نلعب ب10 لعيبه وقدرت ايران تسجل هدف قاتل. ولكن الحمد لله بتطلع الكره تسلل وبيتلغي الجون، ومصر خلاص بتصعد تاني مجموعه بعد فوز بلجيكا على نيوزيلندا 5-1. مصر بتعرف ان خلاص المنافس الرسمي بتاعنا هيكون منتخب استراليا، ولاول مره في التاريخ مصر بتتخطى دور المجموعات وهنلعب الادوار الاقصائيه. في دور ال 32 هنلاعب منتخب استراليا. الناس كلها كانت سعيده جدا، حاله فرحه هستيريه في كل شوارع القاهره وفي كل انحاء مصر، وكانت الناس مستنيه مباراه استراليا على حر من الجمر. لكن عشان الفيديو ما طولش يا صديقي فانا قسمته جزئين، وهعمل بقيه المشوار ان شاء الله اللي هم دور ال 32 ودور ال 16 في الفيديو الجاي باذن الله. فما تنساش تعمل لايك الفيديو لو عجبك، تشترك في القناه عشان توصلني 1000 مشترك وتكون من حبايبي الكويره، واستناني في الجزء الثاني، والسلام عليكم.